عليكم ورمضان كريم عليكم جميعا، وكل سنة وانتم طيبين. مين فينا مش بيحب الضحك؟ كلنا بنتابع صفحات الكوميكس وبنتفرج على فيديوهات المقالب على التيك توك واليوتيوب علشان نفصل من ضغوط الحياة. بس ساعات بيترسم في خيالنا ان التدين يعني التكشيرة، وان الصحابة كانوا طول الوقت جادين وحازمين وما بيهزروش. تخيلوا لو قلت لكم ان كان في صحابي شغلته في الحياة انه كان بيضحك النبي صلى الله عليه وسلم. صحابي كان مشاغب جدا لدرجة انه كان بيعمل مقالب في الصحابة او حتى في النبي نفسه، وكان النبي لما يشوفه الهم بينزاح عن قلبه ويبتسم. النهاردة هنتكلم عن فاكهة المدينة، الصحابي اللي أثبت إن الضحك عبادة لو كان بنية إدخال السرور. تعالوا نتعرف على النعيمان بن عمرو. فاصل وهرجع لكم تاني. كان بدريا يعني شهد بدرا، ودي أعلى مرتبة للصحابة، بس كان دمه خفيف بشكل لا يصدق. قصصه لسه بتضحكنا بعد 1400 سنة. إزاي قدر يجمع بين الهيبة والهزار؟ النعيمان كان متخصص مقالب. هحكي لكم موقفين بس يوضحوا شخصيته. الموقف الأول، العسل والنبي في يوم. النعيمان شاف راجل بيبيع عسل ممتاز في السوق، فقرر يكرم النبي صلى الله عليه وسلم. خد زكة العسل وراح للنبي وقال له: هديتي لك يا رسول الله. النبي فرح جدا وأكل منه هو وأهله وشوية، والراجل بيبيع العسل جه يخبط على النعيمان: فين الفلوس؟ النعيمان خده وراح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، اعطي هذا الرجل ثمن العسل. النبي استغرب وضحك: ألم تهده لي؟ هو أنت مش مديهولي؟ فالنعيمان رد بذكاء وبراءة: أردت أن تذوقه يا رسول الله ولم يكن معي ثمنه. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الثمن. تخيلوا، لبس النبي في ثمن الهدية والنبي ضحك وما زعلش. الموقف الثاني، بيع الصديق. كان مسافر مع سيدنا أبي بكر الصديق وأحد الصحابي اللي كان مسؤول عن الأكل، مرضيش يأكل النعيمان، قال له: والله لأغيظنك. راح النعمان لقوم عرب قريبين وقال لهم: عندي عبد ببيعه بس هو لسانه طويل شوية وهينكر ويقول أنا حر، لو سمعت كلامه هتفسدوا البيع. قالوا له: لا عليك، بنشتريه. ودفعوا للنعيمان 10 دنانير، مبلغ محترم. ربطوه وهو بيصرخ: أنا حر أنا حر. هم بيقولوا له: عارفين صاحبك قال لنا انك هتقول كده. ولما رجع ابو بكر وعرف، ضحك جدا وراح وخلص الصحابي ده ورجع الفلوس تاني. الرواية بتقول: ضحك منها رسول الله واصحابه وكل اللي حواليه، يعني فضلوا سنة كاملة يفتكروا الموقف ده ويضحكوا عليه. النعيمان بيعلمنا ايه في عصر السوشيال ميديا؟ الضحك، الحياة صعبة والضحك وقود عشان نقدر نكمل. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب النعيمان لأنه كان مصدر بهجة وسط الهموم. خليك انت الشخص اللي بيخفف عن الناس بابتسامة حلوة وكلمة حلوة. الفرق بين المقلب والأذى، مقالب النعيمان كان وسط ناس بيحبهم ويحبوه والقلوب كانت صافية. لكن اللي بنشوفه النهاردة من ترويع الناس في الشوارع والسخرية والتنمر عشان بس نلم لايكات، ده حرام ومؤذي. النعيمان كان بيضحكهم معاه، مش بيضحك الناس عليهم. ما تحكمش على الظاهر. النعيمان كان بيشرب الخمر أحيانا وكان بيعاقب، ولما حد من الصحابة لعنه النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال: لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. شفتوا الجمال؟ بيعمل ذنب بس قلبه لسه فيه حب لله. ما تحكمش على حد دمه خفيف أو بيغلط إنه شخص سيء أو مطرود من الرحمة. الدين مش كآبة، الدين حياة، وربنا هو أضحكك وأبكى. افرحوا وهزروا وضحكوا اللي حواليكم. الضحكة صدقة والكلمة الطيبة بتجبر الخاطر. سؤالي لكم النهاردة، عايزين نضحك في الكومنتات. مين هو النعيمان في شلتك أو عيلتك؟ الشخص اللي دايما بيعمل مقالب وما تقدروش تستغنوا عنه. اعملوا لي منشن وقولوا لي شكرا إنك بتضحكنا.
استنوني بكرة في حكاية جديدة، وحكايتهم هي حكايتنا، ورمضان كريم.